السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه القراقيش السادة والمحشية بطريقة سهلة قوي، ومكونات كلها موجودة عندك في البيت. وكمان هقولك ايه البدايل لو حاجة مش موجودة عندك تحطي بدلها ايه تاني، وهنعملها بطريقة سهلة قوي، وكمان هنعرف التسوية المظبوطة بتاعتها. ولو عايزة تعمليها زي بتاعة الافران بالظبط هنقول هنعملها ازاي. بس الاول يلا، لو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا. اول حاجة معانا كوباية لبن، دي بالكوبايه المعياريه. كوبايه لبن حطها طبعا في المج ده. المج ده نص كيلو، كبير مش صغير. حطيت عليه معلقتين سكر، واحط عليه معلقه خميره دوت عشان خاطر اعمل اختبار للخميره اشوفها معايا سليمه ولا ايه، عشان طبعا ما تبوظليش الوصفه كلها. فالاول حطيت كوبايه اللبن، طبعا هي دافيه شويه، دافيه بسيط جدا، يعني ما خليهاش سخنه قوي عشان ما تموتش الخميره، وفي نفس الوقت ما تكونش بارده، يا دوب مدفياها بسيط قوي. وحطيت عليها معلقتين السكر ومعلقه الخميره، قلبتها شويه وبعدين هغطيها بقى واركنها على جنب. اسيبها في مكان دافي او اغطيها كده واركنها شويه. اول ما الاقيها طلعت فقاعات كده اعرف كده ان الخميره بتاعتي سليمه. دلوقتي بقى اجيب الحشوات اللي عندي اجهزها. انا هعمل بعجوه، ده نص كيلو. لو انت جايبه بلح العجوه سليم ممكن تفصصيه برده وتفرميه في المفرمه او تقطعيه كده بالسكينه وتعمليه على النار كده بمعلقتين سمنه، هيكون سليم. لكن دون العجوه اللي هي الجاهزه طريتها بمعلقتين سمنه عشان خاطر تكون طريه كده وبتقطم معاكي في قلب الحشوه ما تكونش جامده. دلوقتي بقى خلاص الخميره بتاعتي اتفعلت اهي، عملت كده وش كده فقاقيع كده. دلوقتي جبت بقى كيلو دقيق، حطيت عليه رشه ملح، وحطيت عليه معلقه صغيره بيكنج باودر. ودلوقتي دي السمنه معايا. الكيلو دقيق انا حطيت عليه 400 جرام سمنه، وحطيت عليه 50 جرام زيت، يعني حطيت له 450 جرام. لو عايزه تقللي عن كده بس هتقللي 50 جرام بس، برضو براحتك. عايزه تحطي سمنه بس حطي، عايزه تحطي سمنه على زيت تحطي كوبايه سمنه وكوبايه زيت، برضو كده هتكون مظبوطه. انا حطيت حوالي كوبايه ونص سمنه والنص كوبايه بس زيت. عجنتها، فركتهم كويس، شربت الدقيق بالسمنه كويس، وبعد كده نزلت عليها بكوبايه اللبن اللي انا كنت حاطه عليها الخميره والسكر، وبدات اعجن. عجنت شويه لحد ما اشوف قوام العجينه هيبقى ازاي معايا. خدت معايا كمان نص كوبايه لبن، يعني الكيلو دقيق خد معايا كوبايه ونص لبن بالكوبايه المعياريه. انت تعجني فيها لحد ما تلاقي العجينه نعمت معاكي. كل شويه تاخدي حته عجينه، لو لقيتيها لسه مشققه تبقى هي لسه كده عايزه معلقه لبن كمان وتعجني بيها. طبعا لو انت مش عايزه تحطي لبن خالص وعملتيها بميه برضو هتكون حلوه، وعايزه تزودي على الميه دي معلقتين لبن بودره او تسيبيها بميه بس برضو هتكون طعمها حلو. مع الزيت والسمنه هتكون حلوه قوي. انا بحط الزيت عشان خاطر تقطم معايا، بحب يكون فيها قرمشه شويه. لكن لو انت عايزاها دايبه من غير ما تكون مقرمشه كده ما تحطيش زيت، حطي سمنه بس. دلوقتي العجينه هي بقطعها معايا ما فيهاش عرق ولا حاجه، وكمان خدت حته كده وشفتها لقيتها ناعمه خالص. فكده العجينه بقت كويسه، مش محتاجه لبن تاني ولا ميه تاني. كده خلاص اسيبها بقى ترتاح شويه. حطيتها على الصينيه اللي انا هقطع عليها، او ممكن تحطيها على الرخامه. فردتها كده، سبتها بس 5 دقايق وهبدا اشتغل فيها على طول، ما سيبهاش اكتر من كده. لازم تخمر بعد ما اشكلها، ما ينفعش تخمر الاول. انا بقطعها صوابع كده عشان تبقى سهله عليا. اخد القطعه على طول افردها على قد القراقيش كده على طول. فانا قطعتها بس وركنتها كده عشان خاطر ترتاح، تبقى مرتاحه معايا، تكون العجينه ناعمه. لان كل ما تكون لسه مرتاحتش العجينه هتبقى خشنه كده معايا وتبقى باين فيها الفتحات بتاعتها. خدت قطعه كده وبدات افردها، فردتها كده على قد الصباع كده طويل، وبططتها شويه ما اخلي السمك بتاعها رقيق مش تخين عشان خاطر تستوي. اخد بقى قطعه العجوه اعملها صباع كده وابططه واحطها على قد قطعه العجينه اللي عندي. لو انا عايزه افرد العجوه كلها الاول برضو هتسهل عليا، واخد منها كده صباع بصباع واحط في قلب العجينه. الصباع حطاه مفرود كده عشان خاطر العجوه تبقى ماليه العجينه كلها كده. ديت نوع قرقيش هعملها كده رقيقه شويه، اللي بيحبها رقيقه كده شويه. ممكن تحطي السمسم تحتيها كلها او تقطعي واحده بواحده كده بالسمسم، ونرص في الصاج على طول اللي احنا هنخبز فيه. ارص اللي انا عملته وابدا اخد قطعه عجينه تانية افردها، برضو هعملها رقيقه زي دي، وابدا احط فيها العجوه بتاعتها. ممكن تحطي ملبن لو انتي مش عايزه عجوه، برضو تعملي الملبن بنفس الطريقه. تاخدي الملبن برضو وتطريه بقطعه سمنه عشان خاطر لما يتحط في قلب الحشوه في قلب العجينه ما تبقاش جامده. لما يستوي تنه خليه طري كده ودايب، ما يبقاش جامد اذا كانت عجوه او ملبن. قطعتها بقى قطع صغيره كده بتكون شكلها حلو، ما كبرش عن كده.
ديت قراقيش اللي هي بتبقى رقيقة شوية. هعمل بقى جزء تاني، خدت قطعة تانية هعمل جزء تاني هعمله اللي هو كعب الغزال، قراقيش كعب الغزال اللي هي بتبقى ملفوفة دي. ففردتها عريضة شوية عشان خاطر ألفها، أسويها كويس، أخلي حروفها كلها متساوية زي بعض، ميبقاش فيها حتة تخينة وحتة رقيقة، ولو في حتة زيادة أشيلها بالسكينة. دلوقتي فردت العجوة كده عشان خاطر أحطها فيها تكون مليانة عجوة كلها، وبعد كده ألفها كده عليها. لو في أي حتة اتقطعت مني أعالجها على طول، أحط فيها حتة عجينة واظبطها على طول. حطيتها بقى كلها كده في قلب السمسم عشان خاطر تتحط عليها كلها سمسم، او ممكن اخد واحده بواحده برضو واحطها. ابدا اقطعها بقى بالسكينه، الاقي العجوه شكلها كده ملفوفه فيها من جوه. ده المنين بالعجوه او كعب الغزال. ابدا بقى ارصه في الصاج. طبعا انا حاولت اخلي الرقيقه القرقيش الرقيقه في صاج لوحديها، وكعب الغزال التخينه دي في صاج لوحديها، عشان خاطر طبعا في واحده هتاخد سوا اكتر من واحده. التخينه دي هتاخد سوا اكتر شويه فتستوي مع بعض، وحطيت اللي انا عاملاها رقيقه شويه لوحديها في صاج لوحديها. كده قطعته الحجم اللي انا عايزاه. طبعا هو لسه هيخمر وهيزيد عن كده. انا رصيته في الصاج، طبعا هنركن الصاج فتره لحد ما يخمر معانا. هكمل كله بقى بنفس الطريقه لحد ما اخلص الحشوه اللي عندي. بفرد العجوه كده عشان خاطر احطها فيها، ولفتها بقى وقطعتها وارصها برضو في الصاج مع اللي انا كنت عاملاها قبل كده. خلاص خلصت العجوه، حطيتها كلها في صاج مع بعضه. اللي هي ملفوفه كعب الغزال دي حطيتها مع بعضيها، ودي الرقيقه برضو الجزء اللي انا عملته بالعجوه. هكمل بقى باقي العجينه، هكملها قراقيش ساده من غير عجوه. فردت العجينه كده بسمك مش تخين قوي ولا رقيق عشان خاطر تتفرد معايا، وحطيت على وشها السمسم وقطعتها على طول، سويتها وقطعتها بالقطاع. قطعها بقى او سكينه زي ما انت عايزه. هعمل بقى كل العجينه بنفس الطريقه، مخليهاش رقيقه قوي، طبعا لازم تكون مظبوطه عشان خاطر تستوي مع بعض. حطيت على وشها السمسم. لو عايز تحطي جوز هند برضو تحطي، هتكون حلوه. اهم حاجه يكون سمكها مظبوط، يعني سمك حوالي سنتي مش اعلى من كده. طبعا لسه هتشيل، هتخمر وهتشيل، وهتكون مثلا حوالي 2 سنتي بعد ما تتخبز. ركنت بقى اللي خلاص خلصتهم، عملوا معايا 3 ساجات دول، عملوا معايا كميه كبيره. هركنهم بقى واسيبهم يخمروا. طبعا دلوقتي احنا في الشتاء فخدوا معايا ساعتين، لو احنا في الصيف مش هياخدوا نص ساعه. كده خلاص الصاج الاولاني طلع، لونه حلو قوي والسوا بتاعه مظبوط وبقى مستوي من قلبي وطعمه حلو جدا. انا حطاه في الفرن على حراره 180. حطيت الصاج على الشبكه في نص الفرن، ولعت من تحت بس خد معايا حوالي تلت ساعه، وبعد كده ولعت الشوايه دقيقتين 2 كان خلاص خد كده معايا وش. ممكن كمان ياخد وش من غير ما تولعي الشوايه حسب الفرن بتاعك. وطبعا لازم تكوني مولعه الفرن من قبل ما تشغلي بشويه، لازم الفرن يسخن كويس وبعد كده تبداي تحطي الصاج، ما تحطيش وهو بارد، لان لو حطيتيه وهو بارد هينشف معاكي ومش هيكون حلو. كده جميل جدا والسوا بتاعه مظبوط قوي بالظبط. الصاج بياخد معاكي تلت ساعه في الفرن، بيكون كده مستوي كويس. ما تطلعيش قبل كده، يعني مش تعلي الفرن وتخليه يستوي بسرعه وتطلعيه كده هيكون قلبه لسه عجين. طبعا اول ما بتطلعيه بيكون طري شويه من قلبه، فما تقلقيش. اول ما تسيبيه يبرد كده 5 أو 10 دقايق بس، هتلاقيه بقى كده خلاص بقى مقرمش معاكي، وتلاقيه مستوي وطعمه حلو جدا. طبعا تعملي بقى اللون اللي انتي عايزاه، لو بتحبي تحمريها عن كده براحتك او تخليها ابيض من كده براحتك، بس اللون ده كده مظبوط والسوا بتاعه حلو قوي. طعمها حلو جدا وما خدتش معايا وقت. ممكن تعمليها على فكره بزيت خالص، لو احنا عايزينها زي القراقيش الجاهزه بتاعه الافران بتكون بزيت خالص من غير سمنه، وبرده بتكون طعمها حلو. ولو عايزه تستبدلي اللبن بميه، حطي ميه وحطي عليها معلقتين لبن بودره، حاجه بس تديها دسامه شويه، لكن هتكون طعمها حلو جدا. اي حاجه عايزه تشيليها من عليها شيليها. لو عايزاها اقتصاديه خالص من غير سمسم من غير عجوه، مش هتكلفك كتير وهتكون طعمها حلو، تتشرب كده مع الشاي بلبن، هتكون طعمها حلو قوي. هي دي متكلفه شويه بالسمنه البلدي وباللبن، بس عشان خاطر حاجه تكون لاولادنا تكون مفيده. لكن لو انت عايزاها اقتصاديه هتشيلي منها السمنه البلدي، حطي السمنه اللي انت عايزاها او تحطي الزيت براحتك، السمنه اللي تستعمليها، او تعمليها بزيت خالص براحتك. وكمان هتعمليها بميه فمش هتكلفك حاجه خالص، زي اللي هتبقى في الفرن بره هتكون بزيت وميه، مش هتتكلف اي حاجه. طعمها حلو جدا والعجوه دايبه في قلبيها، لاننا طبعا عاملين العجوه بالسمنه فدايبه كده في قلبيها وطعمها حلو. غير ما تكوني حاطه العجوه كده هتيجي تشديها تحس ان العجوه بتطلع لوحديها والقرقوشه كده لوحديها. طعمها حلو قوي
ان شاء الله تجربيها وتعجبك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.